سهام، واقفه ليه كده يا بنتي؟ تعالي يا سهام. ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ الحمد لله. والله ايه اللي موقفك الوقفه دي؟ مالك في ايه؟ والله يا حماد اختك زهقت من الدنيا ومن اللي فيها. لا 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 لا، وحد الله بس، قولي لا اله الا الله. لا إله إلا في إيه؟ انت الله. زعلانه؟ حد مد ايده عليكي؟ حماية حماده بهدلني وطردني من البيت. حماكي؟ طب طردك من البيت ليه حماكي؟ عملت مشكله مع جوزك؟ لا يا حماده، انا وجوزي كويسين مع بعض، والله ما فيش اي حاجه. هو اللي بهدلني وراح طاردني. طب هو جوزك فين؟ في الشغل يا حماده، وتليفونه بايظ وسايبه في البيت، مش مش معاه عارفه تليفون. تكلميه يعني؟ اه. طب وانت ايه سبب المشكله بينك وبين حماكي؟ يطردك ليه؟ والله يا حماده طلب مني شغلانه اعملها له، وانا رجليا وجعاني يا حماده واتاخرت عنه شويه. طلع بهدلني وغلط فيا وشتمني وكان عايز يضربني وراح طاردني من البيت. ما عجبوش يعني؟ ما عجبوش. طيب يا بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا بيت اخوك يسع من الحبايب الف، بس هتيجي عندي المشكله هتكبر، وهيفضلوا ناس رايحه وناس جايه، وكده كده مصيرك لبيت جوزك. فانت شايفه ايه؟ انا شايف طالما المشكله مش مع جوزك يبقى واحد الله يا ام. ما انت كده كبرت الموضوع. جوزك يجي من الشغل يلاقيكي مش في البيت ينفع؟ وبعدين ما انت عارفه الناس الكبار يا سهام، خدهم على جد، عجلهم ريحيهم، قولوا حاضر ونعم ومشي الدنيا. يا اخويا حماكي غلبان، هنقول له كلمتين وخلاص. يا اخويا انا مش كنت عايزه امشي، والله هو اللي طردني غصب عني. يا ست معلش، انت مش بتعتبرني زي ابوكي؟ ابوكي لو غلط فيك انت هتتكلمي؟ يا ست طبعا. معلش وحد الله. انا اخوك الكبير ياما وعارف مصلحتك عنك. هنروح دلوقتي هروحك ياما، مش ينفع جوزك يجي يلاقيكي مستنياه في البيت. ماشي. ولا نكبر الموضوع؟ لا يا اخويا روح. خلاص ياما تعالي يلا، انا هقفل الورشه وهروح اوديك وهرجع وان شاء الله باذن الله خير. ماشي. يلا يابا، لا اله الا الله. يلا ياما تعالى يا اخويا. افتح بابك كده واخذ الشيطان كده. مالك؟ ده انا بقول سهام عجل. ينفع يابا؟ جوزك ذنبه ايه؟ يرجع من الشغل مش يلاقيكي. انا شايف طالما المشكله مش مع جوزك تلزمي بيتك ياما. حماكي معلش اعتبريه زي ابوك. الناس الكبار دي يا بنت طالما بتكبر في السن ريحيهم. ينفع جوزك يجي من الشغل مش يلاقيكي؟ ربنا هيقول لك ما يهديك. كبرتليش. وزي ما قلت لك بيت اخوك يسيع من الحبايب الف، بس دي الاصول ياما. طالما ما فيش مشكله مع جوزك خلاص عديها. ماشي. يلا عايزه حاجه؟ ادخل بس اقعد معايا شويه. لا انت عارف سايبه ثانيه جاف للورشه وسايبها لوحديها. هخش بس اغسل وشي واغسل ايدي كده واتكل على الله. ماشي يا اخويا. ماشي يابا. ربنا يخليك ليا يا اخويا يا رب. بابا بابا تقدر ارجعك تاني هنا يا بت؟ انا مش لسه طردك من شويه؟ انت ما عندكيش دم، ما عندكيش كرامه، ما عندكيش اهل، ما عندكيش حد يسال عليك يا شيخه. واحده غيرك كانت رمت نفسها في البحر ورجعت هنا تاني. ايه اللي رجعك؟ ليه بس كده يا بابا؟ هو حصل ايه ده كله؟ ديكي بابا يا اختي، يعني مش ابو حد، ما تقوليش يا بابا دي خالص، ما اسمعهاش على لسانك. انا قلت لك غوري من هنا وما ترجعيش تاني، وانا خلاص انا هخليه يطلقك اصلا. انا مش طايقك انت. بص مش نازله لي من زور. بقول لك ايه، انا عندي حل كويس خالص. انا هرمي لك العفش دوت. بصي القعده دي كده هشيلها لك واحده واحده كده وارميها لك تحت في الشارع عشان تغوري انت وراها انت كمان. عنك يا عم الحاج. حماده عنك يا عم الحاج. شايلني. شايل. هات حط. حط حط التاني. مش هترمي لها فرشها في الشارع؟ هات التاني انا اشيل. شايلني يا عم الحاج. ده انا لقيتها ماشيه زعلانه قلت لها ما ينفعش، مش اصول. خفت ان انت راجل كبير تعيبني، تقول لي ازاي تشوف اختك ماشيه وجوزها في الشغل وما تكبرش لغيبه جوزها. قلت يا عم عادي. ده بتقول لي حمايه مزعلني، قلت لها ابوكي معلش استحمليه، معلش ياما الله يكرمك. بقول لها ياما ما ينفعش تسيبي بيتك وتمشي وجوزك مش موجود. تعالي يا بت، رغم ان خلي بالك قسما بالله الكتف ده زاد والكتف ده ميه. بيت اخوها يسيع من الحبايب الف. ما تفتكرش ان احنا جعانين. هو انا عشان جايبها بقول لها عيشي يبقى جعانين؟ هو انا عشان عارف الاصول يبقى جعان؟ ايه يا عم الحاج ليه الافتراء ده؟ ده بتقول لي مشكله بيني وبين حمايه، قلت لها طالما مش مع جوزك خلاص هي وجوزها قافلين عليهم باب. مالك بيهم يا حاج؟ ولما انت جاي تاخد قرارات لابنك كنت بتجوزه ليه؟ لما انت شايف ان ابنك لسه ما ينفعش يشيل مسؤوليه وانت هتاخد له قرارات كنت بتدخلوا بيوت الناس وتطلبوا بنات الناس لاولادكم ليه؟ لما انت ابنك لسه عيل صغير يا عم الحاج انت بتاخد له قرارات وبتسحبه من ايده تروح تخطب له ليه؟ الله يسترها معاك. هو انا غلطان عشان جبت اختي؟ هو انا كده جليت منها؟ هو النهارده اللي بنته تروح تقول له انا غضبانه اقول لها روحي ما عنديش بنات تغضب؟ ده جليل الاصل ولا ده جدع؟ هو ليه الزمن ده بقى زمن الجحود يا عم الحاج؟ خلي بالك قسما بالله انت بيتنا سايبك يساع من الحبايب مليون ناس ولاد خير. اجل عيل فيهم يصرف على بلد. هما مش جعانين. اللي يقول لبنته روحي عيشي هو مش جعان. اللي بيقول لبنته كبري لجوزك يا بنت وروحي عيشي مش عايزين نلم الناس هو مش جعان. بالعكس انتوا اللي جعانين. الله يسترها معاك يا عم الحاج. الله يسترها معاك. طالما الباب مقفول على ابنك
اكبر بقى، اكبر، انت راجل كبير، انت المفروض راجل قدوه، انت المفروض راجل علامه. اما بالنسبه لي انا اخد رايكم في حاجه، هل انا غلطان عشان جبت اختي وقلت لها عيشي طالما عندها حما زي ده، ولا انا عملت الصح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.